فل عليكم. دي قاعده. بصوا بقى بسرعه كده عشان ما اطولش عليكم، حاجه كده على السريع. اليومين دول بيتقال كتير قوي انا خايف اروح الامتحان ملاقيش سؤال انا ذاكرته قبل كده، او الاقي اسئله مختلفه انا مش عارف اجاوبها، والاقي الامتحان صعب والحاجات اللي عماله تيجي في دماغك الفتره دي. الأسئلة دي طبيعي إن هي تيجي في دماغك اليومين دول، وفكرة إن أنت تروح الامتحان تلاقي الأسئلة ما أنتش عارفها، رغم إن أنت حليت كتير بس خايف لا يجيلك سؤال أنت ما كنتش شفته قبل كده. وكل الحاجات دي طبيعي إن هي تكون في دماغك اليومين دول. طبعا السريع كده من الآخر، يعني الخلاصة عشان أنتوا عارفين ما بحبش أرغي كتير. إن أنت تروح الامتحان ما تلاقيش سؤال، أو قصدي أنت تروح الامتحان تلاقي سؤال أنت ما تعرفوش، دي مستحيل تحصل. تمام. بس هي الفكرة ان انت لازم يجيلك القلق ده الطبيعي. حتى لما انا كنت في ثانوية من كذا سنة كده، يعني برضو لازم طبيعي يجيلك الفكرة دي في دماغك. لكن ان انت تروح امتحان ما تلاقيش الاسئلة اللي انت ذاكرتها قبل كده وحلتها، ده مش هيحصل، ده الطبيعي جدا عادي. فكرة ان يجيلك سؤال صعب انت ما شفتوش قبل كده خالص، دي ممكن تحصل في مادة مثلا، ويعني السؤال برضو هتبقى فكرته معروفة بس شكله متغير، ولو فكرت فيها تحله. مادام انت حال الامتحانات كتير، وهينزل فيديو المراجعة بتاعت شهر 5، يعني بالمناسبة ان شاء الله هينزل بكرة او بعده على حسب كده. ف... فهبقى اقول لكم برضو تحلوا فيه امتحانات ازاي الفترة الجاية. بس الفكرة دلوقتي ان انت مادام انت هتحل امتحانات كتير، ومادام انت رجعت كويس وحل كويس، فما تقلقش من اي حاجة، ولا هيجيلك اي سؤال انت ما شفتوش قبل كده. ولو جالك سؤال فكرته الى حد ما شكلها متغير ولا حاجة، فمجرد ما تفكر فيه هتعرف تحله. لكن يجيلك سؤال ما تعرفش تحط فيه قلم والاسئلة صعبة وبتاع، دي مستحيل تحصل الا لو انت مش مذاكر كويس. ساعتها ممكن يجيلك اسئلة انت ما تعرفهاش لو انت مش مذاكر. لكن ما دام انت مذاكر وعامل اللي عليك وراضي ضميرك، ولسه هتحل كمان ان شاء الله امتحانات الفتره الجايه، فما تقلقش خالص من اي حاجه. بالمناسبه ان الناس اللي عماله تسال، دي صوره دي ان ايه، عشان كان في ناس عماله تسال ايه صوره الدي ان اللي انت حاططها وراك. ودي صوره دكتور من الجراس، ودي صورة سماعة على شكل يعني ايه، على شكل قلب رايحة تقيس قلب، وشوية محن يعني كده ولطافة، ما علينا. فمحدش يركز مع انا حاسس ان انتوا بتركزوا مع الصور اللي ورايا دي اكتر ما في الكلام. فلو هو الموضوع مضايقكم كده قولوا لي، وانا هشيل الصور دي خالص، او هبقى اطلع في صحراء اصور، مش مشكلة. ربنا معاكم، ما تقعدوش تفكروا كتير الفترة اللي جاية. انا عارف والله ان هي تقيلة يعني كده ما انا والله حاسس بيكم. فترة تقيلة شوية بس خلاص، هانت كلها شهر وتخلص من المذاكرة دي، او شهرين عشان ما ابقاش كداب يعني، وتخلص من المذاكرة دي. ومش هقول لك ترتاح ولا حاجة، لا ان شاء الله انت هتدخل على الليفل بعد كده الاعلى من كده كتير، بس الضغط النفسي مش هيبقى موجود، ما تقلقش. فذاكر قوي بضمير الفترة الجاية، لان دي اخر مرة هتذاكر فيها المواد وهتخلص منها بقى خلاص. فربنا معاك يا رب وتحقق كل نفسك فيه. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تبعته لاصحابك، وشوية لايك وشير كده عشان الحاجات دي بتفرح قوي. يلا سلام عليكم.